ايه رايكم في الاسدال الجديد؟ لونه تحفه صح؟ لا ومنور كده وجميل. ده من دعمكم. خدتوا بالكم من السماعه الجديده؟ اصل انا جبت سماعه جديده. لا ما تهزروش بقى، دي كانت من الفيديو اللي فات، بس هي من دعمكم برضو. اصل بيني وبينكم كده جيت اسال على المايك، لقيته معدي ال5 6000 جنيه، فبصراحه كتير قوي، فاستنضفت سماعه وجبتها. المهم يعني صوتها رايق وحلو يعني. طب شفتوا الصوره النهارده مختلفه صح؟ الاضاءه حلوه كده والصوره رايقه. اصل انا جبت رينج لايت برضو من دعمكم. بجد مش عارفه اشكركم ازاي. ربنا يجعلكم دايما في الخير ويجعله في ميزان حسناتكم فرد فرد. بجد ربنا يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري. المهم بقى ايه، ما طولش عليكم وقولوا طولي. انا بعمل الفيديو ده بقالي يومين ومش عارفه اكمله ومش عارفه اعمله. مفيش وقت، مفيش طاقه. انا محتاسه حوسه ما يعلم بيها الا ربنا، بلف حوالين نفسي كده كده اهو. اولا عندي ضغط شغل كبير قوي عليا. ثانيا بقى احنا خلاص امتحانات. انا عندي 2 ثانويه عامه، 2 تانية ثانوي عام، فخلاص فاضل لنا شهر على الامتحانات. فانا يعني ربنا اعلم انا ببقى عامله ازاي. انا ما بلحقش انام حقيقي، مش ملاحقه انام عشان الحق اصور. فحقكم عليا ان انا مقصره في الفيديوهات، بس انا طالعه اطمنكم لان في ناس كتير قوي قلقانه عليا وفي ناس بعتت لي كتير. فانا بخير وكل حاجه، بس انا مش ملاحقه انام. بالمناسبه انا عندي 2 تانية ثانوي عام، بس هم مش توأم عشان في ناس فاكره ان هم توأم. لا انا عملتهم معامله التوأم. لما دخلت بنتي الكبيره تجريبي، قدمت لها تجريبي عادي في مدرسه جنب البيت. جنب البيت، ها ركزوا في الموضوع ده، بعديها بشارعين. المربع السكني بتاعي طلعوني في مدرسه تجريبي في اخر بلاد المسلمين، في بلاد الواء. مش فاهمه ازاي بس ما علينا. المهم يعني كنا رحنا اول سنه دي اللي هي كي جي 1 باصات بقى، والبت بتصحى الساعه 4 الفجر ترجع الساعه 4 العصر. قال لك اهو ميته، لا بتلحق تذاكر ولا بتلحق تاكل ولا يعني البت بترجع تنام عشان تصحى تاني يوم الساعه 4 وهكذا. فجيت ايه بقى، قلت لا هين قرشك ولا تهين نفسك. انا بنتي هتتمرمط، انا مش هلحق اذاكر لها، دي بتتمرمط يا عيني. فقلت ادخلها مدرسه خاصه جنب البيت، بعدينا برضو بشارعين 3 كده. ودخلت اخوها معاها فمدرسه خاصه بقى. فرحت مدخله الاثنين نفس السنه كي جي 2. يعني هي دخلت كي جي 2 ونطت اخوها كي جي 2 معاها عشان المدرسه خاصه. فمن ساعتها بعملهم بقى معامله التوأم، ان الاثنين في سنه واحده. فكرت فيها قلت ضربه بمرزبه ولا 100 بشاكوش. مره واحده خبطه، مره واحده تبقى ابتدائيه السنه دي والسنه الجايه اعداديه السنه دي واعداديه السنه الجايه. لا هي ابتدائيه مره واحده، اعداديه مره واحده. ده اللي بيقولك هاتيهم ورا بعض ترتاحي. اصل هو فرق ما بينهم سنه وشهرين بالظبط. يعني حبيبه عيد ميلادها كان 17/4، ابراهيم عيد ميلاده 25/6، فرق سنه وشهرين بالظبط. هاتيهم ورا بعض ترتاحي. انا مرتاحه قوي، مش عايزه اقول لكم. شفتوا باينه عليا الراحه؟ اوعي تعملي العمله دي هتتنفخي. المهم يعني ما اطولش عليكم، قولوا طولي تاني. جاي اكلمكم النهارده بقى عن الاستغفار ومعجزات الاستغفار معانا شخصيا. ليه؟ عشان في ناس كتير قوي لقيتها كاتبالي عن قنوات ناس تانية بتتكلم عن الاستغفار. انا مجرباه، ده انا مجربه معجزاته وهحكي لكم عليه. يعني حاجات انا عمري ما كنت اتخيل اللي هو هي معجزه، هي معجزه فعلا. فاول طلاقي ما كانش معايا فلوس خالص. يعني انا اخدت قرار الطلاق وانا مش مسنوده على اي حاجه. وفي رقبتي 3 عيال، و انت هتشيلي كل حاجه لوحدك تماما. وهو كان بيحاربني في كل حاجه حتى في شغلي. يعني انا مش بس يعني مش مسنوده على فلوس، لا كمان شغلي انا خسرته بسببه، وخسرت ناس كتير قوي بسببه. فمش عارفه اعمل ايه. لازمت الاستغفار، وانا كل يقين ومصدقه ان ربنا سبحانه وتعالى هو قال لي كده: يمدكم باموال وبنين.
ربنا سبحانه وتعالى قال لي كده، القرآن قال لي كده. فأنا كنت مصدقة جدا إن الاستغفار بيدي خير مالوش عدد ومالوش نهاية ومتعرفوش منين. بس برضو حتة البشر اللي جوايا دي اللي هي معقولة ازاي؟ فاكرين انتوا الفترة اللي كانت النور بيقطع فيها، الفترة اللي انا طلعت فيها اللي هي النور كان بيقطع كتير، فانا قاعدة بستغفر النور قطع، فانا بحط الشمع في النيش، شغلت الكشاف بتاع التليفون ورحت افتح النيش عشان اطلع شمع عشان انوره، لقيت رزمة ميتينات في وشي قد كده. قسما بالله العظيم هذا حصل. انا فاتحه الكشاف، بفتح النيش اللي انا كل يوم بعدي عليه، اللي انا باخد منه الشمع وبحط فيه الشمع، والكشاف في ايدي بتاع التليفون، لقيت رزمة ميتينات قد كده، مع العلم ان محدش بيخش عندي ولا حد بيجيلي. معرفش الفلوس دي جت ازاي. انا مسكت الفلوس بصيت لها كده، عديتهم لقيتهم 4000 جنيه. قعدت في الارض وقعدت اعيط، اللي هو يا رب، يا رب انت بتحبني قوي كده؟ محدش بيحبني غير ربنا، محدش حنين عليا غير ربنا، محدش هيسندني غير ربنا، محدش هيقف في طريق اي حد ممكن يقف في وشي غير ربنا. هو ده الحماية، هو ده الامان، هو ده السند، هو ده. هيتصرف ازاي ما تعرفش، هتلاقي في وشك الفلوس كده ازاي ما تعرفش، هتلاقي نفسك في منصب ازاي ما تعرفش، هتلاقي عيلة ازاي ما تعرفش. هو ربنا سبحانه وتعالى. انت ما تعرفش، انت قول يا رب بس، انت قول يا رب وبس، واستغفر. وما بقولش اعداد، يعني انا سمعت ناس اللي هو 10,000 في اليوم و30,000 في اليوم و50,000. انا ما بعدش ومعيش سبحة بالمناسبة، يعني ما بمسكش سبحة، انا بقولها تكرار كده من غير ما اعرف العدد كام. انا طول ما انا قاعدة بقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. دي مرة انا حكيت لكم في الفيديو اللي قبل اللي فات عن البلوجر اللي قالت لي على الاعلان، وانا اصلا مش مشهورة وحسابي قد كده، ولقيت بلوجر حسابها 1.5 مليون بتقولي تعالي انا عايزاكي في اعلان. برضو من الاستغفار. القناة دي اهي، دي معجزة قدامكم اهي، دي بقى قدامكم انتوا كلكم. القناة دي ما بقالهاش شهر نزل عليها فيديوهات، ما كملتش الشهر، ما كملتش 3 أسابيع، هي قدامكم. شوفوا المشاهدات عليها وشوفوا الاشتراكات عليها. انا الفيديوهات السابقة قلتلكوا انا حققت شروط الربح في القناة في اسبوعين، ونازل ربح خلاص. انا مستنية خلاص بس الجواب اللي هو تأكيد العنوان، وخلاص القناة اشتغلت. الاستغفار ده الاستغفار. انا كنت بستغفر. اولا الاستغفار بيفتح مخك تفكر في حاجه، يعني انا كنت بستغفر بنيه ان ربنا يرزقني برزق ولادي بدخل اضافي، وان انا بعد 6 سنين انا مش عارفه هعمل ايه في موضوع الشقه لان انا قانون قديم، فانا بستغفر بنيه ان يا رب افتح لي باب. سبحان الله، انا القناه دي معموله من 2014، يعني انا عندي قناه على اليوتيوب او اللي هو الجيميل بتاعي من 2014، فموجود اوريدي، بس انا ما نزلتش فيديوهات على القناه دي. سبحانك يا رب، فكرت ان انا انزل فيديوهات. وهو ده بقى الاستغفار، بيفتح لك حاجات كده انت مش شايفها، تلاقي هناك بتفتح كده، مخك بيفتح، بتلاقي افكار نطت في دماغك خير، اللي هو اعمل كذا، طب انا اجرب كذا، وسبحان الله بتتيسر. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى وعده حق، وهو وعدنا بالخير، وعدنا ان احنا هنبقى في خير. امن ان ربنا هيتصرف، الخير هيجي ازاي مالكش دعوة.
فضي بقى دماغك وفضي دماغك، متعمليش فيها البت القوية الجامدة اللي لا انتي لا قوية ولا نيلة تنيلة على عينك على خيبتك. ربنا أدرى بينا، هو دريان عن احنا ضعاف قوي. انا عايزاكي تتعاملي على انك ضعيفة. ايوه انتي ضعيفة، انت العبد الضعيف الفقير اللي ولا انت فسفوسة مش لازمة. تخلى بقى عن الانا اللي بتيجي اللي هو لا انا عارف اتصرف، انا جامده انا قويه. لا بلح، كل ده بلح. ركنه على جنب وقول يا رب انا مش عارف اتصرف، حلها انت من عندك. يا رب انا عايز الحاجه الفلانيه مش عارفه اعمل ايه، ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. لما بيبقى ليا يعني طلب معين او عايزه حاجه بلزم الاستغفار، ودايما في لساني يعني بتفرج على الشقق. يعني انتوا عارفين انا نفسي في شقه الم فيها ولادي. ما انا خلاص 6 سنين وماشيه من الشقه دي، فكل ما اعدي على مكان حلو او شقه حلوه وبتاع ابقى بصلها كده واقول ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. فدايما عربيه حلوه نفسك فيها ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. اي حاجه نفسك فيها وحاسس ان انت مش قادر ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. والزم الاستغفار وجدد النية كده، نيتك كده يا رب انا بستغفر عشان خاطر تكرمني وتنور دماغي وتفتحها في وشي وتوفقني. يا رب انا بستغفر، انا نفسي اطلع عمره. يا رب نيتي ان انا بستغفر عشان تكرمني اعرف اطلع عمره. يا رب انا بستغفر عشان نفسي اجيب بيت جديد. يا رب انا بستغفر عشان نفسي في شغل احلى. يا رب انا بستغفر عشان توسع عليا بالرزق عشان خاطر اساعد ناس تانية. خلي في نيتك ده انا مش هوسع على نفسي بس، لا انا هساعد ناس تانية. يا رب النية واستغفر. انا ما بستغفرش، قلت لكم انا ما بستغفرش بعدد. انا شفت ناس ال 10,000 و30,000 انا بستغفر ولا عندي سبحه حتى وانا شغاله كده استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا نيتكم، تخلوا عن الانا اللي عندكم دي. انا جامد وانا والحديد التانى قوي وانا ما فيش مني، لا انا هعرف جاتك خيبه، جاتك خيبه انت رخره اللي عامله لي فيها جامده. انا نيله، احنا ولا حاجه، احنا ولا حاجه. سلموا بقى نفسيكم لله. الاسلام هو ان انا اسلم نفسي لله. يا رب حياتي كلها بين ايديك، اقلب حياتي لاحسن حال يا رب، شقلبها. هي اعدلها بقى، انا عايزاها في احسن حال يا رب. هي دلوقتي مش مترتبه، رتبها لي يا رب، انا مش عارفه اتصرف. كلموا مع ربنا هتلاقوا الخير جاي ما تعرفوش منين وما تسالوش منين. يعني ما اسئله ما بنسالهاش في الحاجات دي يا عاطف. المهم انا طالعه النهارده اطمنكم عليا وحقكم عليا ان انا مقصره في الفيديوهات، لاني حقيقي محتاسه دروس وامتحانات وتصوير ورق. وبصوا انا يعني ربنا اعلم انا عامله ازاي دلوقتي، انا اللي داخله امتحن مش هم يعني. الحمد لله والشكر لله، وشكرا ليكم جدا على وقفتكم معايا. ده من باب ولا تنسوا الفضل بينكم. انتوا ليكوا فضل كبير قوي في السعاده اللي انا فيها انا وولادي. حقيقي الشهر ده كان من اسعد الشهور في حياتي. في ناس بتخاف عليا وفي ناس بتسأل عليا وفي ناس بتدعمني وفي ناس واقفه معايا. وخص بالشكر بقى دكتوره أميمة قناه على المصطبه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. كتر ألف خيرك على وقفتك معايا ودعمك ليا بكل الطرق. شكرا للناس اللي جت من قناه على المصطبه، يعني فرحتوني قوي. ربنا يسعد قلوبكم جميعا ويرضيكم ويجبر بخاطركم ويرزقكم من واسع فضله يا رب. انا طولت قوي في الفيديو ده، ف
كفايه كده، عشان كمان الفيديو الكاميرا مش عارفه مالها عماله تعلق. انا بصور بالموبايل بتاعي، هو موبايل قديم شويه كده، اوبو رينو 5، بس بصراحه الكاميرا بتاعته رايقه يعني. لحد ما ربنا ييسر كده بقى ونجيب كاميرا احترافيه بقى كله هيجي، كله هيجي. هنجيب كاميرا احترافيه ونصور فيديوهات حلوه ورايقه، وهنجيب المايكات اللي بتتعمل هنا دي ام 5000 جنيه و6000 جنيه دي. سالت عليها لي 5 وشويه و6 وشويه، فقلت لا خلاص احنا خلينا بدي زي حلو حلو. هيجي، كله هيجي، كله هيجي. وشكرا على الاسدال الجديد ده، حلو قوي. وشكرا على الرينج لايت. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله هحاول ان انا ما اطولش عليكم، وان انا يعني انزل فيديوهات بانتظام، بس ادعوا لنا نخرج من عنق الزجاجه اللي احنا مزنوقين فيها دي بتاعت الامتحانات. نخرج بس كده نشم نفس. ده انا هغرقكم فيديوهات في الصيف، يعني يجي الصيف ان شاء الله وهغرقكم. ده هطلع لكم من الحنفيه، هنزل لكم كده من الحنفيه، من البوتاجاز، من البوتاجاز، وهاخدكم معايا وانا بطبخ. انا مستنيه بس ايه يعني ربنا ييسرها كده والدنيا تهدى شويه، سواء في الشغل عندي او في الامتحانات. هتفتحوا التلفزيون تلاقوني فيه. اشوفكم على خير. شكرا ليكم، شكرا لدعمكم. احنا قربنا على فكره 6000 مشترك، فاللي هو بوسه كبيره لكل واحده في القناه. الوحيد يقعدوا على جنب بقى، هي واحده مش واحد. واشوفكم على خير الفيديو جاي ان شاء الله.